بيبدأ الفيلم بست غريبة بتاكل لحم البشر وبقها متخيط ومتغرق دم بشكل مخيف، ومن هنا بنكتشف انها مش انسانة طبيعية، بس هنعرف هي ايه واحنا بنحكي. وبنتنقل لمكان شبه الغابة وبنشوف مجموعة من الناس بيشنقوا ست بطريقة عنيفة، وبنلاحظ ان كلهم ستات وشكلهم كده ساحرات. وبتمر لحظات وبتموت الست دي، لكنها بتفاجئهم مرة واحدة انها بتتحرك، والكل بيتصدم من اللي شايفه. وبسرعة بتيجي واحدة من الساحرات وبتطلع مسدسها وبتفضل تضربها بالنار في راسها، ولكن الست باين عليها ب7 ارواح وبرضه بتفضل تتحرك ومش بتموت. فبتقوم جايه ساحره تانية وبتطلع السكينه بتاعتها وبتفضل تطعنها اكتر من مره، فبتقوم الست عامله حركه لولبيه وبتتحرق وبتطير بعيد عنهم بشكل يخوف. والله زي ما بقولك كده. بعدها بنشوف فرقه موسيقيه وهم بيتدربوا، وواحده اسمها ايزي ودي بطلتنا بتعزف على الطبول ومامتها بتعزف على الجيتار. وبيخلصوا ومامة ايزي بتدخل اوضه بنتها وبتقول لها انها هتنزل المدينه تجيب شويه حاجات، فايزي بتطلب انها تروح معاها لكن مامتها مش بتوافق. وتاني يوم مامتها بتاخد العربيه وبتروح للمدينه، وايزي بتروح بحيره تعوم فيها. ومامة ايزي لما بتوصل للمدينه بتشوف هناك تاج لونه اسود بيعجبها وبتاخده، وبيشوفها هناك راجل عجوز بيقول لها انه شافها قبل كده وانها كانت ممرضه جدته، لكن مامة ايزي بتقول له انه ممكن تكون واحده تانية. وبتاخد التاج وبتمشي وبترجع لبنتها وبتوريها التاج اللي برضه بيعجب ايزي جدا، على ايه مش عارف والله. وبالليل بقى بنشوف مامة ايزي وهي في الغابة وفي ايديها خشبة وبتقطع شعرها وبتلفه على الخشبة بشكل غريب جدا، وبعدها بتنزل دم من بقها على ايديها وبتخلطه مع حبات التوت وبتبدأ تقول تعويذة غريبة، وبعدين بتحط الخليط المقرف ده على مجموعة العصيان اللي عملت بيهم شكل مش مفهوم، وبتقوم رامية العصيان دول لفوق وبتسيبهم يطيروا. وتاني يوم بنشوف الام بتعمل نفس التعويذة دي في البيت وبتغمض عينيها، وبنشوف بنتها ايزي وهي جنب شلال في الغابة وبتحاول ترسمه، وفجأة بيظهر لها راجل غريب بيقول لإيزي انه تاه وهو بيتمشى انه محتاج حد يساعده عشان يرجع تاني، لكن ايزي ما بتعرفش تدله على الطريق. وبيفضل الراجل يتكلم معاها شويه ويقول لها انها شبه امبر بنت اخته، وبيقول لها ان هي كمان بتعيش في مكان قريب من هنا. وبيبدا الراجل يطلع تليفونه ويقرب من ايزي عشان يوريها رموز غريبه، بس ايزي بتبعد وبتقول له انها مريضه، فهو بيسالها عن معاني الرموز دي. لكن في نفس اللحظه بتظهر ام ايزي وبتشاور لبنتها عشان تمشي من هنا، وبعدين بتختفي الام من فوق وبتظهر قدام الراجل اللي كان هيقطع الخلف من الخضه اللي اتخضها، وبتاخده بقى الام في الغابه عشان تدله على طريق الرجوع. وبيفضل الراجل يتكلم، ولكن فجاه الام بتقف وبتساله اذا كان متجوز او عنده اولاد، وهو بيستغرب من سؤالها وبيقول لها لا. وهنا الام بدون سابق انذار بترفع الراجل بقدراتها السحريه وبتجرحه في ايده وبتدوق طعم دمه، ولما ما بيعجبهاش بتدمره وبتحوله لتراب، وبعدين بتندم وبتقعد تعيط. وفي الاخر بترجع البيت وبتلاقي ايزي مستنياها عشان تتكلم معاها، ولكن الام بتدخل اوضتها من غير ما تنطق بولا كلمه. وتاني يوم ايزي بتحاول تشوف بالمنظار اللي ورا الجبل ومامتها مخبيه ايه عنها، وبتقرر تروح بنفسها وتستكشف. وبنرجع لمامة ايزي اللي اول ما بتصحى من النوم بتشوف غزاله من الشباك فبتروح لها. وبنروح لايزي اللي كانت وصلت لنهايه الغابه وشافت بالمنظار بيت كبير، وبنشوف بنت بتتكلم في التليفون، ولما البنت بتشوف ايزي بتفضل تنادي عليها وتقرب منها عشان افتكرتها واحده من صحابها. وهنا ايزي بتبدا تتعرف على البنت، والبنت كمان بتعرف نفسها وبتقول لها ان اسمها امبر، وبتعرض عليها تدخل البيت ويشربوا حاجه سوا. فبتوافق ايزي وبتكون في غايه السعاده وبتقول لها انها مريضه، بس امبر بتطلب منها تقعد عشان يعرفوا يتكلموا. وبنرجع نشوف الام اللي وصلت لباب غريب وبتحط ايدها على الرموز وبيطلع من ايديها مفتاح، ما هو سحر بقى. المهم بتدخل اوضه سريه وبتلاقي فيها كتاب، واول ما بتحط ايديها عليه بتشوف رؤيه غريبه وبتشوف بنتها ايزي وهي بتقول لها انها كدابه، وبعدها بيسحبها الشيطان لتحت. ولكن الام ما بتستحملش وبتطلع من الاوضه وبتمشي. وبنرجع لايزي وامبر اللي بقوا صحاب جدا وبيستمتعوا بوقتهم وبيلعبوا. وهنا ايزي بيعجبها حلق امبر وبتاخده وبتحتفظ بيه. وهنا امبر بتقول لايزي انها لازم تروح بيتها، وبتقول لايزي ان اصحابها جايين بكره وانها لازم تكون موجوده عشان تعرفها عليهم. فايزي بتوافق وبتفرح جدا. وبالليل بنشوف ايزي ومامتها وهما بيتدربوا على العزف، وايزي بتقول لمامتها انها عايزه تعزف قدام الناس، ولكن مامتها بترفض وبتقول لها ان مش مسموح لها تتعرف على حد او تكون صداقات معاه. وتاني يوم بنشوف ايزي في الحفله اللي عملتها امبر واصحابها، وامبر بتدي لايزي
لبس عشان تنزل تعوم معاهم. وبعدين إيزي بتعزف على الدرامز والكل بيعجبوا أدائها. وبعدين بيقرروا يلعبوا لعبة غريبة، وهي إنهم يصبوا العصير في كوبايات، وكوباية منهم يتحط فيها دودة، وللأسف الكوباية دي بتكون من نصيب إيزي اللي بتقرف وبتقول لهم إنها نباتية ومش هتقدر تشرب، ولكنهم بيصروا إنها تشرب. وإيزي بتنفذ الحكم، وفجأة بتضحك بشكل هستيري وبتحس بوجع غريب وبتبدأ تصرخ، وبعدين بتقف بشكل غريب. وهنا بيوصل صاحب البيت والكل بيطلع يجري، وأمبر وإيزي بيكونوا مع بعض. وهنا إيزي بتبص لأمبر بطريقة مخيفة وبتخنقها وبتقول لها ما تجيش هنا تاني. ورجعت إيزي تجيب هدومها من عند حمام السباحة عشان ترجع بيتها. وفي طريقها في الغابة بتشوف صاحب البيت اللي كانوا فيه وبيزعق لها وبيهددها إنه هيبلغ البوليس، لكن إيزي ما كانش هاممها وكانت بتضحك. وبنرجع لمامة إيزي اللي بتبص من الشباك وبتشوف إيزي وهي راجعة. ولما بتوصل إيزي بتقول لها كنت فين؟ فإيزي بتقول لها إنها كانت مع صاحبتها وإنها أكلت دودة حية وإنها أكيد مش مريضة زي ما هي بتقول، لكن مامتها بتخوفها وبتقول لها إن ده خطر عليها. وهنا إيزي بتقول لها إن عم أمبر كان مفقود من يومين. وبعدها إيزي بتفضل تشك إن في حاجة غريبة حصلت. وبالليل إيزي بتسمع أصوات غريبة وبتمشي ورا الأصوات دي لحد ما بتوصل للأوضة السرية وبتشوف الرموز وبتحط إيديها عليها وبيطلع المفتاح من إيديها وبتفتح الباب وبتلاقي الكتاب. ولما بتحط إيديها عليه بتشوف رؤية غريبة فيها سحرة وشياطين شكلهم مخيف، فبتترعب جدا وبتطلع بره الأوضة. وتاني يوم إيزي ومامتها كانوا بيتمشوا مع بعض في الغابة. وهنا إيزي بتسألها ليه تصرفاتها بقت غريبة كده بعد تاني يوم أكلت فيها الدودة. فمامتها بتقول لها إن اللي حصل لها ده مش بسبب الدودة، ده بسبب الروح اللي جواها. ولكن إيزي ما فهمتش تقصد إيه. فمامتها بتقول لها لو كنت كلتي فار أو غزال كنت هتحس بقوة رهيبة. وهنا إيزي سألتها هيحصل إيه لو كلت إنسان، ومامتها هنا قالت لها إن كده بس هتعرفي قوتك الحقيقية. ولكن بعد كل ده اكتشفنا إنه كان حلم وإيزي أصلا نايمة. وبنكمل الحلم وإيزي بتشوف نفسها بتاكل صباع بني آدم على الفطار وكانت مستمتعة بالوجبة دي. وتاني يوم بنشوف إيزي ومامتها وهما بيتمشوا في الغابة، ومامتها بتقول لها إنها فتحت باب صعب إنه يتقفل، لكن إيزي ما فهمتش قصد مامتها. فمامتها قررت تعلمها إزاي تسيطر على قوتها وبتديلها دودة عشان تاكلها. ولما بتاكلها بتحس بحاجة غريبة، وبعدين بتمسك الأم خشبة وبحركات غريبة الخشبة بتكون وردة، وبعدين الأم بتخلي الوردة تطير. وهنا لما إيزي بتحاول تعمل زي مامتها بينزل من إيديها دم والخشبة بتقع وبتدفن في الأرض. وهنا مامتها بتقول لها عشان كده ما ينفعش تطلعي بره حدود الجبل ده تاني. وبتبدأ إيزي تتعلم من مامتها ازاي تتحكم في قدراتها، وبتقدر تصنع رموز من الخشب زي مامتها وبترميه فوق في الهواء. ومن هنا بس بدأت تحس انها ساحرة. وبالليل مامتها بتروح لنفس الأوضة الغريبة وبتشوف نفس الرؤية، وبتشوف بنتها بتتحول لرماد وبتختفي قدامها. وبتطلع الأم من الأوضة وبتروح لإيزي وبتسألها عن صاحبتها أمبر، فبتقول لها انهم ما بقوش صحاب. فمامتها بتقول لها انها مش شبههم. وتاني يوم مامة إيزي بتروح للمدينة، وهنا إيزي بتقرر تدخل الأوضة تاني وبتحط ايديها على الكتاب الغريب وبترجع تشوف رؤية غريبة وهي لابسة ماسك غريب. وفجأة بتجري بعيد ومعاها مسدس وبيظهر شياطين وبيحصل حاجات غريبة. وبعدين إيزي بتعمل الرموز الغريبة وبتحط ايديها عليها وبتقدر تشوف أمبر وهي بتتمشى في الغابة. بعد كده بتظهر إيزي ومامتها وهم بيتمشوا في الغابة وبيشوفوا هيكل عظم الغزالة. ومامة إيزي بتقول لها أكيد الذئب هو اللي كلها. وبيمشوا ولما بيقعدوا مع بعض جنب الشلال مامة إيزي بتقول لها إنهم بيسموها هالبندرز لأنهم أقوياء جدا. وبدأت مامتها تعلمها تعويذة معينة تخليها تشم الدم عن طريق خلط حاجات معينة معاها. وهنا إيزي بتقول لها إنها شمت ريحة دم أرنب، لكن مامتها بتقول لها إن ده مش أرنب، دي ريحة دم الراجل. وهم قاعدين بيجي حارس بيسألهم عن الراجل اللي اتقتل الصيف اللي فات، ومن كلامه بتفهم إيزي إن قصده عن عم أمبر، فبتقول له ممكن يكون اللي قتله هو الهيل بندرز. لكن الحارس ما فهمهاش، فبدأت تشرح له مين هم وإنهم مزيج من السحرة والشياطين، فافتكرها بتهزر وسابها ومشي. وبعد أيام من دخول الشتاء الأم بتروح الغابة عشان تدور على أكل، ولكن بتلاقي قدراتها السحرية مش موجودة. فلما بتروح البيت بتحضر الأكل لإيزي واللي بيكون عبارة عن دودة حية، وبعدين بيطلعوا يلعبوا في التلج وإيزي بترجع دم على مامتها. وبعد كده مامتها بتعمل نفس الحركة، ولكنهم كانوا مستمتعين بالقرف ده حضرتك. وهم نايمين على التلج بيظهر على مامة إيزي قواها السحرية، وبتقول لإيزي إنها حاسة بالتعب الشديد وإنها مش كويسة. ولما بيروحوا أم إيزي بتقول لها إنها كلت نص سكان القرية وخصوصا الأطفال، وإنها حاسة بالندم والذنب الشديد عشان كده حاولت تنتحر ولكنها ما ماتتش. ولما إيزي بتسألها عن سنها بتقول لها 147 سنة. فإيزي بتطلع بره البيت وبتقابل أمبر وبتديها لبس السباحة بتاعها، وأمبر بتقول لها إن حيوان بري هاجم صاحب البيت وقتله. وكمان إيزي بتحاول ترجع لأمبر الحلق اللي سرقته منها، بس أمبر بتتعصب وبترفض تاخده وبتسيبها وبتمشي. فإيزي بتتضايق وبتتعصب جدا. وتاني يوم الصبح مامة إيزي بتدور عليها في البيت ومش بتلاقيها، وبتروح الأوضة
وبتكتشف ان كل الرموز اختفت هي والكتب السحريه. ولما بتروح غرفه ايزي بتلاقي الكتاب هناك فعلا، وبتحط ايدها وبتلاقي ان ايزي هي اللي اكلت صاحب البيت. وكمان بتشوفها بمنظر غريب وهي بتدور عليها في الغابه، وبتقدر تتحكم في الرؤيه اللي بتشوفها. وبتظهر ايزي وبتقول لها انها عرفت حجم قواها السحريه اللي خبتها عنها طول الفتره دي كلها، وبتعرفها كمان على صاحبتها امبر واللي بتكون قطعتها نصين بشكل مرعب وسابتها على الترابيزه وبدات تاكل منها وهي حيه قدام مامتها. ولما مامتها شافت حالتها بدات تخاف وتصرخ باعلى صوت عندها، فبتقوم ايزي متحوله لهيئتها الشيطانيه. وكل ده كان في الرؤيه بتاعه مامة ايزي. وبتنزل مامة ايزي بدروم البيت وبتسمع صوت غريب حواليها، وبتشوف صندوق عليه نقط دم، وبتكتشف ان الصوت ده طالع من بوابه غريبه. وبتدخل البوابه وبتنزل تحت، ولكن البوابه بتكون ضيقه جدا فبتحس بصعوبه في الحركه. ولما بتوصل للنهايه بتلاقي امبر نايمه على الارض وحالتها خطيره بسبب الجرح. وبتطلب امبر من الام انها تساعدها، وبتظهر ايزي في نفس اللحظه ومامتها بتقف وبتقول لها انها مش هتسمح لها تقتل امبر وانها عايزه تنقذها. بس ايزي بتقول لها انها شافت وعرفت الحقيقه كامله. وفجاه بتتحول ايزي لهيئتها الحقيقيه وبتحول المكان لجحيم وبتقتل امبر. والام لما بتشوفها بتترعب جدا منها. وبعدين الدنيا بتهدى وبترجع كل حاجه لطبيعتها، وبتقول ايزي لامها ما تقلقيش انا مش هاكلك. وبنرجع لبدايه الفيلم وبنشوف ايزي وهي بتسال مامتها ازاي جدتها ماتت، فبترد عليها بكلام مش مفهوم، وهو الشتاء بياكل الخريف والخريف بياكل الصيف والصيف بياكل الربيع والربيع بياكل الشتاء. وفي الاخر بنشوف ايزي وهي رايحه المدينه وفجاه بتتحول لشيطان وبتطير في الجو. وهنا بيخلص الفيلم. بيبدا فيلم الرعب مع واحده ست حامل بتصرخ من الالم وحرفيا مش قادره تستحمل اكتر من كده، لانها مخطوفه ومحبوسه في المكان المخيف ده من سنين، ومحدش من البشر فكر يسال فيها ولا حتى الحكومه قدرت تنقذها. ولما بتولد الطفل بتاعها للاسف بينزل ميت وما بتلحقش يا عيني تفرح بيه. ومش كده وبس، لا ده كمان بيهجم عليها وحش شكله مرعب وبيقبض روحها من غير اي رحمه عشان حصل ابنها اللي لسه ميت. واحنا طبعا عايزين نفهم اللي بيحصل بالظبط، عشان كده الحكومه بتطلع بيان تحذر فيه الاهالي انهم ياخدوا بالهم من نفسهم كويس قوي، لان الفتره الاخيره الاوضاع الامنيه مش احسن حاجه. ومن سنتين بس في اسره اختفت خالص ومحدش سمع عنها اي حاجه، بعد طبعا ما غصب عنهم دخلوا المنطقه 16 اللي الحكومه كانت محذره الشعب منها. والحكومه عرفت بعد كده لما عملت تحقيقات ان في عدد كبير من العيله اللي اختفت مات بطريقه غامضه في المنطقه دي، وكأن فيها سر غريب. عشان كده الدولة بتقرر انها تبعت فرقة قوات خاصة وتعمل عملية تطهير للمكان باللي فيه. ولانهم بيكونوا شاكين ان اللي خطف الاسرة دي وحوش مخيفة، فكان لازم يضربوا في المنطقة كلها صواريخ ويزرعوا لهم متفجرات في كل حتة. وده طبعا كان جزء من الخطة العسكرية اللي اتعملت، وكل القيادات العليا كانوا شايفين انهم لازم يتصرفوا في اسرع وقت قبل ما الوحوش تظهر للشعب. وبتكون خطة الحكومة عبارة عن انهم يحطوا تسجيلات للصوت في المنطقة المحظورة دي ويعرفوا ايه اللي بيحصل فيها بالظبط ومسبب رعب للعالم كده. واللي بيكون مسؤول عن المهمة الصعبة دي 3 من اشطر المحققين، وهم ويلسون وفوستر وهان، واللي بيكونوا مراقبين كل صوت بيطلع من الاجهزة اللي زرعوها في المكان ومستنيين اي حاجة تعرفهم حقيقة المكان ده. وفي مرة من المرات لما كانوا شغالين في المنطقة في جهاز بيفصل وما بيكونوش سامعين اي حاجة بتحصل حواليهم، وعشان ده خطر قوي وممكن الوحوش المخيفة تظهر تاني في اي وقت وتهجم عليهم، بيضطر المحقق هان يروح ويبدأ انه يحاول يصلح الاشارة اللي فصلت، لكنه بيتصدم قوي لما بيعرف ان الموضوع مطول شويتين 3 بسبب الفيران اللي دمرت الاسلاك بتاعه الاجهزه، وكده للاسف ما عادتش شغاله. ولازم المنظمه العسكريه اللي شغالين معاها يتصرفوا في اسرع وقت ويشوفوا حل للكارثه دي ويصلحوا الاجهزه قبل ما اي حد من الوحوش يظهر والموضوع يقلب بكارثه. لكن المحقق ويلسون بيبلغ زميله هان يحافظ على اعصابه وما يقلقش، وكمان بيطلب منه يهدى عشان يعرفوا يفكروا كويس، وبيوعدوا ان المشكله هتتحل حالا لانه مش ساكت وخلاص بعت استغاثه لفريق جديد من المحققين عشان ييجوا للمنطقه بالاجهزه الجديده اللي معاهم ويكملوا المهمه. وفعلا الفريق الجديد بيكون جاهز وخد التعليمات العسكريه ووصل للمنطقه ومستني الامر من المحقق المسؤول اللي شغال دلوقتي في المنطقه واللي هو فوستر. ساعتها بقى عمنا فوستر بيكون واقف على جبل وبيفكر ازاي ممكن يتعاملوا مع الوحوش لو حد منهم هجم وظهر مره واحده. وهنا خطرت على باله فكره عسكريه كان اتعلمها من التدريبات بتاعته، فبيقرر انه يشاركها مع زميله المحقق نيلسون وياخد رايه فيها. لكن
لكن لما بيتصل عليه ما بيكونش فيه اي اشاره في الصحراء اللي هم فيها ولا حتى اي حد بيرد عليه. وعشان ما فيش وقت بيحاول يتصل على المحقق التاني هان ويعرف رايه في الخطه الجديده اللي هو عاملها، لكن ازاي بقى هيرد عليه وهو اساسا لسه ميت على ايد وحش من المكان. وبيحس فوستر وقتها ان تقريبا في حاجه غلط بتحصل حواليهم، وكان رايح يبلغ القيادات العسكريه باللي حصل ويطلب منهم ييجوا عشان ينقذوه. لكن وهو خارج حصلت الكارثه اللي ما كانش عامل حسابه عليها، وبيلاقي وحش من الوحوش قدامه وبيطلب منه يشتري حياته ويمشي من المكان بسرعه قبل ما يأذيه. وساعتها نيلسون بيكون مضطر يوافق على كل كلامه عشان مفيش حل تاني قدامه، وبيطلع ان كل الحوار ده خدعه من الوحوش عشان يصطادوه. وبيجي وحش تاني مختلف خالص من وراه وبيخلص عليه من غير اي رحمه. وبكده المنطقه 16 اللي الحكومه حذرت منها الشعب يوم بعد يوم كانت بتتملي بالضحايا، ومحدش لسه لاقي حل للي بيحصل ولا عارفين الخطر اللي بيحاربوه. وقائد فريق المحققين الجديد لسوء حظه بيكون معاهم في المنطقة، وبيكون مستغرب ان المحقق نيلسون لسه ما جاش لغاية دلوقتي عشان يستقبلهم ويفهمهم تفاصيل المهمة العسكرية اللي جايين عشانها وازاي هيشغلوا الأجهزة. وبيكون خايف ان ممكن يكون حصل له حاجة من الوحوش ومحدش قدر يلحقه. ولما بيتتبع الأصوات الغريبة اللي كانت بتظهر وبتختفي في المكان بيهجم عليه وحش تاني مخيف وبيدمر جسمه من غير أي رحمة وبيرميه من مكان عالي قوي عشان محدش يشك في الموضوع ويعرفوا طريقه. لكن الناحية التانية بقى القوات الخاصة الأمريكية مش نايمة على ودنها وبتكون عارفة كل اللي بيحصل، لكن عشان قلقانين من ان الجنود بتاعتهم ممكن يعني يبقوا خايفين من الرعب اللي انتشر في كل حتة فبيخدعوهم وبيفهموهم انهم هيروحوا للمنطقة 16 المحظورة عشان يتدربوا هناك. وساعتها قائد فرقة العمليات الخاصة اللي اسمه جيف واللي معاه بيكونوا جاهزين انهم يروحوا للمنطقة مهما كان الخطر اللي فيها، بس لما بيوصلوا للمكان بيلاقوه مهجور ومفيش اي حد عايش فيه. ولما بيحاولوا يستنوا التعليمات ويشوفوا ايه المطلوب منهم بيلاقوا ان الاشارات ضعيفة بسبب الطقس اللي هم فيه ومفيش اي اتصال كان بيكمل، ولازم ينزلوا بالخطة البديلة ويدوروا على المحقق هان اللي كان شغال قبلهم ومسؤول عن اجهزة الصوت الموجودة في المنطقة هنا عشان على الاقل يساعدهم في التدريب ويعرفهم طبيعة المكان هنا. بس الغلابة ما يعرفوش ان هان مات وشبع موت ولا حتى عارفين يركزوا في شغلهم، لان اول ما بتجيلهم اشارة بالمراية بيكونوا فاكرين ان هان هو اللي عاملها عشان يعرفهم مكانه، وساعتها كان لازم يروحوا له. بس قبل ما ده يحصل القائد جيف اول ما بيحس ان واحد من جنوده قلقان من المنطقة 16 وعارف من الاخبار حاجات كتير عن المخاطر بتاعتها بيقرر جيف ساعتها انه يعاقبه ويتهمه انه مقصر في حق الخدمة العسكرية لوطنه عشان يداري عن الموضوع وما يعملش قلق لزمايله. الموضوع مش ناقص رعب يعني. وباقي قوات الفرقة الخاصة بيكونوا واثقين جدا في كلام القائد جيف بتاعهم وبيمشوا وراه من غير ما يشكوا في كلام الجندي نابليون اللي بيتعاقب دلوقتي انه هيستنى في المعسكر ولازم يفضل واقف ومتذنب كده لحد ما يرجعوا له مرة تانية. وبعد ما بيسيبوه وبيمشوا بتبدأ اول كارثة، وواحد من الجنود غصب عنه بيقع في حفرة كانت معمولة من الوحوش، ولما زمايله بيطمنوا عليه بيعرفوا ان حالته صعبة ورجله اتعرضت لإصابة قوية وخطر قوي على حياته لو كمل معاهم المهمة. وبيلاقوا ان احسن حل للجندي ده انه يرجع للمعسكر القديم، وفعلا القائد جيف بيأمره يرجع عشان ما يأثرش على باقي زمايله والموضوع يتصعب عليهم. وساعتها الجندي اللي كان بيتعاقب من الفرقة بيقرر انه يستريح شوية من التعب ويدخل الحمام، ويا ريته ما عمل كده لانه بيلاقي جواه ايدين شخص وصوت بيطلب المساعدة. فبيترعب الجندي وبيروح جري عشان ينادي على اي حد يلحقه. ومن حسن حظه ان زميلته لارا بتكون معاه في نفس المعسكر، ولما بيحكي لها على اللي حصل معاه في الاول بترفض انها تصدقه لغايه ما بتدخل الحمام وبتشوف بنفسها الراجل اللي بيطلب المساعده. ولما بيطلعوه بيتصدموا لما بيعرفوا انه المحقق نيلسون، وبيحكي لهم اللي حصل فيه وبيحذرهم ان الوحوش بعد ما دمروا جسمه رموه في القعده بتاع الحمام عشان ينزل عليه كل الفضلات. وبعد وقت مش كبير نيلسون بينطق اخر كلمه ليه وما بيقدرش يستحمل الفضلات اللي كانت في كل حته في جسمه وبيفقد حياته. فنابليون بيزعل قوي عليه، وعشان مفيش وقت بيقرر انه يكلم القائد بتاعه ويحكي له ان الاخبار اللي سمعها عن المنطقه حقيقيه وانها فعلا خطر ولازم يمشوا من هنا بسرعه. لكن طبعا مفيش اي اشاره هتوصل. ومش كده وبس، ده نابليون وساره بياخدوا الصدمه التانيه وبيلاقوا عربيه الاسلحه اللي كانت معاهم في المعسكر مولعه من كل حته ومش عارفين يطفوها. والمرعب في الموضوع ان لو اي حد من الوحوش ظهر لهم دلوقتي فمش هيكون معاهم اي سلاح يدافعوا بيه عن نفسهم. والناحيه التانيه لارا بتحاول تصلح الاشاره في اجهزه الاتصال عشان تقدر انها تتواصل مع باقي الفريق وتطلب استغاثه بعد ما اتاكدت بنفسها ان المكان اللي هي فيه مليان وحوش. لكن بيكون خلاص فات الاوان وبيهجم عليها وحش من تحت الارض عشان ينتقم منها ويخلص عليهم. فنابليون بيسيب اللي معاه وبيرجع على طول وكله امل انه يقدر ينقذها، لكن مش عارف ازاي ده ممكن يحصل. وفجاه بنسمع صوت رصاصه بتتضرب في الوحش، وبتكون من الجندي المصاب ميكي اللي رجع للمعسكر بعد اللي حصل في رجله وبيحاول يستغل انه
هو الوحيد اللي معاه سلاح، وعلى قد ما قدرته كان بيحاول يحميهم لحد ما بيظهر من وراه وحش تاني وبيسحبوا النفق تحت الارض. وقبل ما يقع بتحاول لارا هي ونابليون انهم يشدوهم مره تانية لفوق، لكن للاسف قوه الوحش اعلى منهم بكتير وبيقدر انه يسحب ميكي معاه لتحت الارض. في الوقت ده القائد جيف وباقي الفرقه بيكتشفوا ان وجودهم في المكان ده ملوش اي فايده خالص ولازم يرجعوا للمعسكر مره تانية. لكن قبل ما يتحركوا حصلت حاجه غريبه قوي، ومره تانية كانت بتظهر لهم اشاره في المكان، وقرروا انهم يتحركوا في كل حته ويطلعوا فوق الجبل ويشوفوا مين بيعمل كده، لحد ما بيلاقوا قدامهم جثه ميته بطريقه بشعه. ولما بيحاول جيف يقرا البطاقه والبيانات اللي كانت فيها بيعرف ان ده المحقق فوستر اللي كانت الحكومه بعتاه عشان يراقب تفاصيل الصوت في المكان. وجيف بيكون ساعتها متاكد ان زمايله في المعسكر حصل لهم حاجه، وبيطلب من الجنود بتوعه ان حد منهم يتصل على الناس اللي في المعسكر بسرعه ويعرفوا ايه اخر الاخبار معاهم. لكن لسوء الحظ ما بيكونش فيه اي اشاره في الصحراء اللي هم فيها، وبدات الجنود تقلق وتخاف على حياتها، وبيكونوا شايفين ان مش زميلتهم عندها حق وان افضل حل انهم يرجعوا للمعسكر ويستنوا الاوامر من القيادات العليا بتاعتهم. لكن جيف بيشجع رجالته وبيطلب منهم يستنوا معاه هنا عشان يطهروا المنطقه من الوحوش اللي فيها. وفعلا بداوا يستكشفوا المكان ويتحركوا عشان مفيش وقت، وكان لازم يتقسموا المجموعات عشان لو حد منهم مات الباقيين يجيبوا حقه. لكن وهم ماشيين فجاه مره واحده بيظهر لهم من تحت الارض وحش مخيف وبيبدا يخلص عليهم. فواحد من الجنود بدا يضرب عليه نار من كل حته وبيكون فاكر انه كده بيحل المشكله، وبياخدوا الصدمه في الاخر بقى لما بيكتشفوا انه كل الطلقات الناريه اللي طلعت من الاسلحه دخلت في جسم القائد جيف وما بيقدرش يستحمل اكتر من كده وبيفقد حياته. وكان لازم باقي الفريق يرجع بالجثه للمعسكر، وهناك نابليون وميس بيحكوا اللي حصل معاهم هم كمان، وبيقولوا ان المحقق نيلسون راح ضحيه على ايد وحش منهم ولان الطريق مش مستقيم كان كل همهم ازاي يرجعوا بالجثه معاهم. فلاقوا ان احسن حل قدامهم دلوقتي انهم يربطوا جثه القائد جيف بحبل وينزلوها من مكان عالي. واول ما بيعملوا كده الخطه بتكون ماشيه في الاول تمام لحد ما الحبل بيتقطع والجثه بتقع منهم، وبيفضلوا كلهم يتخانقوا مع بعض ومش عارفين مين اللي قطع الحبل. واللي يخوف اكتر ان ده اخر حبل موجود جوه المعدات بتاعتهم اللي اتفجرت داخل العربيه، ولازم يتصرفوا باي طريقه تانية المهم حياتهم. فكان لازم يبلغوا الرتب العسكريه الاعلى منهم ويطلبوا اقرب استغاثه ويمشوا بنفسهم او ينزلوا من على الجبل، واللي يحصل يحصل بقى. وكلهم كانوا خايفين ان حد يقع منهم خصوصا ان المكان عالي قوي. لكن اللي حصل اغرب بكتير، وبيلاقوا شخص مصاب وبينزف كميه رهيبه من الدم، وبيعرفهم ان الوحوش اللي عملوا فيه كده وما بيقدرش يتحمل كميه الالم اللي بتحصل له عشان كده بينتحر قدامهم. اما ميس والبنت زميلتها فبيكونوا قاعدين يهونوا على بعض شويه في الظروف الصعبه دي، ولسوء حظهم بيطلع لهم وحش مخيف، وقبل ما يعمل اي حاجه الجنود بيخلصوا عليه وما بيتعلموش من الغلط بتاعهم، لان بعد شويه واحده من الجنود بتتعرض للهجوم تاني لما كانت رايحه عشان تعمل حمام، وباقي زمايلها بيتحركوا ورا الصوت وبيعرفوا ان الوحش سحب البنت للكهف بتاعه زي ما عمل مع زميلهم قبل كده، وده يخلينا نشك ان الناس دي ممكن يعني تكون لسه عايشه. فكان لازم الفرقه تحاول تقتحم المكان وتشوف ايه موجود فيه، وبيلاقوها داخل النفق، ولما بيوصلوا لها بيلاقوا ان في فتحات قريبه قوي طالعه منها وموصله لسطح الارض، واكيد الوحوش دول هم اللي استخدموها لما قطعوا الحبل اللي كانوا رابطين فيه جثه القائد جيف لما كانوا بينزلوها، وخلوا الفريق كله يشك في بعضه. ولان الموضوع مش سهل قوي كده واحد من الفريق قرر انه يشتري حياته ويسيبهم لوحدهم وينسحب ويرجع مرة تانية قبل ما يموت زي الباقيين. لكن ازاي بقى؟ والوحوش عاملة حساب الحتة دي ومجهزين خدعة ومخليين واحد منهم واقف مخصوص عشان يمسك اي حد من الفريق وهو راجع ويخلص عليه. زي ما قلت لكم الموضوع ما يطمنش خالص. اما اللي فضل عايش من الفريق فبيكونوا خلاص وصلوا ودخلوا جوه النفق المخيف اللي كان محبوس فيه الست اللي كانت بتولد في اول الفيلم، وفجأة مرة واحدة بيحسوا بهزة قوية والارض بتسحبهم كلهم وبتفرقهم عن بعض. لكن من حسن حظ لارا ان كان معاها راجل يدافع عنها، لكن الغلبانه التانية ظروفها اصعب بكتير لان الوحش اللي عندها بيكون مصمم انه يعمل معاها علاقه عشان يتكاثر والنسل بتاعه يفضل مكمل، ولما بيتهجم عليها بتحاول مستقاوم لاخر لحظه. لكن الموضوع بيتصعب اكتر واكتر لما بيدخل عليها وحش تاني، وكل واحد من الفريق مش عارف يتصرف في مشكلته ويلحق نفسه عشان ينقذ الناس التانية. ده حتى لارا ونابليون لما بيحسوا انه خلاص ما عادش فيه امل وممكن يموتوا بيقرروا انهم يتعاملوا بذكاء مع الوحوش بعد ما لاحظوا ان الوحش المخيف اللي بيهجم عليهم عنده مشاكل في الرؤية وممكن يبقى ليهم نصيب ويعرفوا يهربوا منه. ولما الفريق بيحاول يطلع بأقل الخسائر ويهرب من هنا بيلاقوا وحش تالت قدامهم، لكن الغريب بقى المرة دي انه كان بيساعدهم يطلعوا من هنا وكان طيب جدا، تحس انه كان بشر قبل ما يتحول، وبيوديهم لأوضة الخروج اللي ما كانش حد عارف طريقها غير الوحوش. ولما الفريق بيوصل لهناك بيتصدم من الرعب اللي فيها وبيلاقوها مليانة بجثث الضحايا وزمايلهم اللي رغم انهم اتعرضوا للإصابة من الوحوش كان في معظمهم الروح، وناس كتيرة من
الضحايا كانت لسه فيها نفس وعايشة بتتألم ومستنية حد يلحقها، لكن الفريق أهم حاجة عنده مصلحته. ده حتى ما فكروش إنهم ينقذوا من زميلتهم اللي كانت بتصرخ بصوت عالي وبتطلب إن حد يجي ينقذها. في الوقت ده نابليون بيحس بتأنيب الضمير وكان عايز يخاطر ويرجع لها واللي يحصل يحصل بقى، لكن باقي الفريق بيلاقي إن أحسن حل قدامهم إنهم يفجروا الباب الخلفي اللي هيطلعهم على الجبل بدل ما يموتوا كلهم هنا. فواحد من القوات بيوافق على الفكرة وفعلا بيجهز الديناميت اللي هيستخدموه، لكن من كتر التوتر اللي عنده بيغلط غلطة عمره والديناميت بتحصل فيه مشكلة والباب بينفجر فيه في منظر صعب جدا وبيفقد حياته. وعشان مفيش وقت للزعل، نابليون ولارا بعد ما فضلوا عايشين بيقرروا انهم يخالفوا الاوامر ويرجعوا عشان خاطر ينقذوا زميلتهم مس، وزي ما كانوا سبب في انها تيجي هنا لازم على الاقل يحاولوا يلحقوها قبل ما تموت. وبتكون الخطة بتاعتهم بقى عبارة عن انهم يرموا اي موبايل بعيد عنها عشان الصوت بتاعه يجذب الوحوش اللي في المكان ويتحركوا عليه، لان طبعا زي ما احنا عارفين الوحوش ما بيعتمدوش على الرؤية قوي يعني في الهجوم بتاعهم، لكن واحد من الوحوش كان مركز قوي وقدر ما يتخدعش زي زمايله وبيهجم عليهم. فعلى طول لارا بتشغل دماغها وبتضرب عليه اخر طلقة موجودة في السلاح بتاعها وبتكون فاكرة ان الموضوع انتهى كده، لكن المسكينة ما تعرفش ان الوحوش بتتصاب لكن ما بتموتش في الاخر ولسه حياتهم في خطر. فالوحش بيقرر انه يعاقبها على اللي هي عملته ويخنقها، وقبل ما تموت بثواني بيجي نابليون من وراه وبيحاول يتصرف عشان يخلصوا من العذاب ده بقى، وبيضربه بالسيف اللي كان موجود على الارض وبيحاول يطلع هو والبنتين اللي كانوا معاه عشان مفيش وقت والارض ممكن تسحبهم في اي لحظة وكده كده ميتين. لكن بعدها اخيرا اتكتب لهم عمر جديد وطلعوا من الكهف وبنلاقيهم ظاهرين في جهاز كشف الرؤية العسكرية، وده معناه ان في حد من الحكومة مراقب كل اللي بيحصل من بدري قوي ورافض انه يساعدهم. مين الشخص ده بقى وحكايته ايه محدش يعرف. وبس كده بينتهي فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك الجميل يا رايق عشان بيفرق معانا جدا، واشترك وفعل الجرس عشان ما تفوتكش افلامنا، ولو حبيت تقترح فيلم نلخصه اكتبه على طول في الكومنتات. سلام.